كتير بيسالوني ازاي تبقى الخدود مليانه كده، شايفين مليانه بالرغم ان انا وزني رفيع وجسمي رفيع. انا بقى النهارده هقول لكم المعادله الذهبيه وازاي تختاري المنتج، وهقول لكم المنتجات اللي تخن خدودك كده بالظبط اسبوعين 3 لو مشيتي على الروتين بالظبط هتلاقي الخدود دي في حته تانية ووشك مدور ومليان واصغر من سنك. فلو انت اول مره تشوفيني شرفتيني ونورتيني، معاكي ياسمين. اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واي سؤال اكتبي لي تحت في الكومنت، وكمان تابعيني على الانستجرام اللينك تحت في صندوق الوصف. اول حاجه الكولاجين، ازاي تختاري الكولاجين المظبوط ومش اي كولاجين وخلاص. زي مثلا في كولاجين ذرات كبيره وفي ذرات متحلله، اقول لك كل حاجه وازاي تقري عليها تعرفي ده كولاجين فعال للبشره بيتحلل في البشره ووزنه خفيف ولا لا. هيدرولايز كولاجين بتبقى موجوده هنا، هي مش باينه قوي. بصي هيدرولايز كولاجين يعني جزيئات الكولاجين المتحلله، بيبقى جزيئات صغيره جدا جدا بتخش جوه البشره وبتبتدي تشتغل وبتبتدي تتعامل وترجع الفوليوم لوشك تاني. لو موليك ويت كولاجين دي جزيئات منخفضه من الكولاجين. يعني ايه جزيئات منخفضه من الكولاجين؟ دي اقل من 500 تريليون. ده كولاجين معمول بطريقه معمليه بيتحلل جوه البشره وجزيئاته منخفضه جدا، تساعد انه يخش في الاماكن اللي ما فيهاش كولاجين او الكولاجين فيها قليل. لما تيجي تختاري الكولاجين كويس هتلاقي موجود على العلبه هيدرولايز كولاجين، كولاجين الجزيئات او الكولاجين المتحلل. فهمتي دلوقتي تختاري الكولاجين ازاي بحيث انه يشتغل على البشره. تاني حاجه عشان نحافظ على الكولاجين اللي احنا دخلناه في بشرتنا وما يتكسرش وما يحصلوش اي مشاكل وما تدفعيش فلوس في الارض، لازم بيبتايد. البيبتايد بيمنع تكسير الكولاجين الطبيعي اصلا، زائد ان الكولاجين اللي داخل لبشرتك اللي انت دخلتيه في شكل سيرم يبتدي يرمم ما فيهاش كولاجين وكمان وزنه خفيف وتحسي بالفوليوم بسرعه. لازم بيبتايد كويس. وطبعا انا برضو هقول لك انواع البيبتايد. ثالث حاجه مهمه قوي الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد بيحافظ على الفوليوم وبيخلي البيبتايد وبيخلي الكولاجين يشتغل بصوره احسن. احنا بيحصل لنا هبوط في الطبقه الخارجيه من الجلد، فالجلد بيبتدي يخش لجوه. عايزين الفوليوم ده، عايزين الاحساس ده لما حد يمسك كده خدودك، ايه ده انت كل دي خدودك، دي خدودك، انت مش تخينه، انت ازاي عندك خدود كده؟ انا ده على طول بشوفه وبتسال لي انت ازاي وشك منفوخ كده، جسمك رفيع. على فكره 65 كيلو، وزني رفيع جدا. انا هحط لكم صوره انا وزني رفيع قوي. وفرصه حلوه جدا 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 تشتريه من الموقع اللي انا بشتري منه، فدي حاجه كويسه قوي. احنا مجاني وهديه وزي الفل وهتتبسطي وما تعرفيش بقى الهديه اللي هتجيلك ايه. فانا احلى حاجه بتبسط من كده، ناس بروفيشنال جدا. هم عندهم سيستم في الشركه بتاعتهم، بتدفعي نص المبلغ والنص الثاني عند الاستلام. انا بدفع المبلغ كله والاوردر بيجي من بره الاقيه موجود. بعمل كده على طول، بدفع كل المبلغ. انا واثقه في الناس دي وعارفاهم وكويسين جدا 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 اكتر ما انتم متخيلين. فانا بحب جدا الناس، ذوق ومعاملتهم حلوه والهدايا بتاعتهم تجنن. انا بعمل كده عشان ناس كتير بتسالني بيطلبوا كذا. بيطلبوا كذا، هم مش عايزين اوردرات فيك، هم عايزين يشتغلوا مع ناس. انت عايزه الاوردر هتدفعي ثمنه خلاص تمام هيوصل لك اوكي. والحمد لله بيتعاملوا مع شركه كبيره، شركه شحن اورامكس دي شركه معروفه وكبيره، مش اي شركه، فالحاجه بتجيلي بسرعه جدا. انت بقى لما تتعاملي هتحبيهم زي وتعرفي في غرامهم كده وكل حاجه هتبقى من عندهم. اول حاجه ماري اند مي، ده اللي انا بستعمله دلوقتي. ده 95% كولاجين، كولاجين بحري، وفي زي ما انا قلت لكم ايه الهيدرولايز كولاجين، يعني جزيئات الكولاجين المتحلله عشان تحافظ على وشي. ده اللي انا كنت بستعمله وقت ما بعمل ريجيم وبخس، عشان انا كنت عايزه وزني بشكل معين عشان فرحي وكده. فانا عايزه خدودي ووشي زي ما هم ما يتغيروش ابدا ابدا ابدا. فكنت بستعمل ده مع البيبتايد بتاع ارينسيا اللي داخل فيه الند. ده فيه بيبتايد عالي جدا، بس انا كنت بحب الند اكتر. فهنا في الند ده اللي بيشغل الخلايا الكسليه. انا بستعمل بيبتايد طول الوقت، يعني طول ما انت بتستعمليه هتستغني عن حاجات كتير قوي مش هتستعمليها زي الكولاجين او حاجه غير للضروره القصوى. انا طول الوقت بستعمل البيبتايد ده. البيبتايد ده من احلى انواع البيبتايد، لو هتبتدي بيها هتحسي بتغيير فظيع في بشرتك ومن اول اسبوع. نوبوزون من احلى الحاجات اللي ممكن تستعمليها على بشرتك، ده انا على طول شغاله عليه وبستعمله. بس انا الفتره دي بستعمل هو بتاع ارينسيا داخل فيه ند. الند فيه هنا اعلى كتير من نوبوزون، والند بيشتغل اكتر حاجه على الخليه نفسها، الخليه اللي بتشتغل وبتبتدي تعمل كولاجين مع الوقت كتير. فانا بحب ده اكتر، وكمان داخل معاه بيبتايد وكمان داخل معاه هيالورونيك اسيد. فانا كده وفرت كتير قوي قوي قوي. انت لو هتبتدي عشان تحسي بالنتيجه اسرع، هاتي ده في الاول. انا عندي لسه مليان اهو، ده بس في الاول استعمليه خلصيه، وبعد كده هاتي ارينسيا. ده بيبتايد اشتريته جديد، ده موف وده موف. انا امبارح ده كان في الاوردر بس نسيت اقول عليه. ده البيبتايد هو بالظبط نفس الشكل بتاع الكولاجين، فانت لازم تقري عليه.
ده 6 انواع بيبتايد بس بيور بس. اوكي ده بيبتايد شايفه كلمه 6 بيبتايد، ده مالتي كولاجين يعني عالي جدا من الكولاجين. خدوا بالكم شايفين نفس الشكل نفس كل حاجه، بس لازم تقري الاسم عليه كويس قوي وانت بتختاريه من على الموقع. انا عاشقه للبيبتايد، هاتولي بيبتايد بكل الاشكال وانا بحطه على بشرتي. اكلمكم على انواع الكولاجين. حاجه الكولاجين مالتي كولاجين ماري اند مي، ده من احسن انواع الكولاجين. طيب انا الحمد لله محافظه على بشرتي فبستعمل كولاجين بحري مالتي كولاجين وبستعمل حاجات تانية، فانا بستعمل ده لوقت معين. طب انت ما عندكيش خدود خالص والخدود عندك داخله لجوه كده، يعني ما فيش اصلا العظمه هنا، ما فيش الخد كده، ما فيش كده لما تضحكي، ما فيش كده، ما فيش التوريد، ما فيش الحمار ده. اول حاجه عندك الكولاجين فوليوم او الكولاجين سيرم، ده بتحطيه زي فوم على بشرتك، بتقعدي تدعكي بشرتك وبيبتدي يخش جوه بشرتك من ميديكيوب، من احسن الانواع بتاع ميديكيوب تحطيه على بشرتك والنتيجه بتاعته سريعه جدا. تاني كولاجين برضو من شركه ميديكيوب، احسن نوعين كولاجين اللي انتوا شايفينهم دول من احسن الانواع وافضل الانواع والنتيجه بتاعتهم سريعه جدا. وانت عندك هبوط، طب انت عندك خد وخد، اوكي هنستعمل الكولاجين على الخد الهابط اسبوع، تمام، وبعد كده نستعمل بقى كل وشنا. الهيالورونيك اسيد هنستعمله على كل وشنا، البيبتايد هنستعمله على كل وشنا، هنستعمل على الخد اللي داخل اسبوع بس، اسبوع يبتدي يرجع لطبيعته، بعد كده نستعمل الكولاجين على كل وشنا اسبوع بالظبط. بس طبيعي عندنا حته داخله وحته مش داخله، بس لو داخل او داخل جوه قوي كده قوي والجنب ده طالع كده، فاهمين يا ستي؟ ايه الهيالورونيك اسيد؟ انا بستعمل ميري اند مي. تاني هيالورونيك اسيد انا بستعمله على طول وحلو جدا جدا جدا، الهيالورونيك اسيد ده يجنن وحلو جدا. الاثنين دول انا بستعملهم، الاثنين دول انواع الهيالورونيك اسيد. انا بيخلص ده عندي اروح جايبه ده يخلص اروح جايبه الثاني وهكذا. طب دول احسن انواع تقدري تستعملي الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد بنطبقه اخر عشان بياخد كل حاجه كانت قبله ويدخلها اكتر لاعماق البشره، انت بتغذي بشرتك وبتشوفي النتيجه على طول. تاني حاجه، في بنات كتير كلموني على كريم الصدر ده عشان خلاص ما بقاش موجود، في اعجاز حصل. انا ازاي ما كنتش شايفه الكريم ده؟ في كريم الحمد لله انا طلبته لانه بيخلص هوا. اسمعي بقى، الكريم اللي انت شايفاه ده مليار و77 44 و9 والاي بي كيو، اوكي دي اللي جسمك محتاجها في منطقه شد الصدر. شد الصدر دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، مع الوقت بيحصل لنا تهدل، المنطقه دي فيها دهون فبيحصل تهدل ويحصل انخفاض، والفوليوم اللي كان موجود والحاجه اللي كانت موجوده. انا بحب اهتم بكل حته في جسمي، اهتم بكل تفاصيل جسمي، ده من اعظم الحاجات اللي حصلت في الفتره الاخيره. الشركه دي شركه مش صغيره، شركه كبيره. طبعا طلبته انا بحب جدا اهتم بكل حته في جسمي، وبالذات منطقه الصدر دي مناطق الانوثه، وتقدري كمان تحطيه على منطقه الأرداف لو عندك تهدل فيها، لانك بيبقى الجلد مشدود او وفجاه بيحصل تهدل، بيحصل كده الجلد بيكون مدلدل، حاجه ما بتبقاش ظريفه. ده بتحطيه كل يوم بيمتص جدا الجلد، بتعززي ثقتك بنفسك، تلبسي برا تقعدي من غير برا براحتك جدا. وده ده لقطه ما تضيعوش، بيخلص بسرعه بس. انا صاحبتي تقول لي الحقيقه ياسمين انا اشتري تاني ولا اعمل ايه؟ قلت لها بس خلصي اللي عندك وابتدي اشتري، بيخلص بسرعه. الحقوا انا اشتريت الحمد لله 2، هيجي لي 2 ان شاء الله النهارده، بقول لكم عليه يجننوا. طبعا المواد اللي داخله فيه مواد حلوه جدا لشد الجلد، البيبتايد والكولاجين موجوده في الكريم الصدر ده، من احلى الحاجات واجمل الحاجات. الحقوه بسرعه. بصوا انا بقول لكم قبل ما يخلص زي اسانه كده. بكده لو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واي سؤال اكتبي لي تحت في الكومنت. وكمان يلا ما عندكيش حجه تصرفيش فلوسك على الفيلر ولا البوتوكس، جيبي منتجات كويسه، استعملي حاجات كويسه، تلاقي نتيجه كويسه. باي.